حابب انقل لكم تجربة عدت عليا في الكام يوم اللي فاتوا، او نقدر نقول الشهر الكامل اللي فات. تجربة نفسية، تجربة تعاملت فيها مع نفسي وحاولت ان انا اخرج بافضل نتيجة فيها في تعاملي ما بيني وما بين الناس وما بيني وما بين نفسي. هديك ملمح بسيط عن يومي بيعدي ازاي عشان اقدر بعد كده اوصف لك الموقف اللي بيعدي عليا ونفسيتي لما ببقى اتعامل مع الناس بتبقى شكلها عامل ازاي. انا في عملي يعتبر ما بتعاملش مع اي حد عربي، وبالتالي ما بتكلمش كتير. اللي بتعامل معاهم حتى مش روس، فكلامي قليل جدا، على قد الشغل او على قد السؤال. لو حد سألك على حاجة فبترد عليها، فممكن اليوم كله يعدي وما اتكلمش ابدا مع حد، او ما اتكلمش 5 دقايق على بعضهم. والكلام والدردشة والفضفضة دي حاجات معروف جدا انها بتساعد الانسان على انه يبقى عنده دايما تفريغ للاحاسيس السلبية، او حتى انه ما يبقاش بيسيب نفسه للاحاسيس والافكار السلبية. الكلام بيساعدك على انك تنشغل عن التفكير، وخصوصا عن التفكير السلبي. وكنت من غير ما بدرب نفسي كان ده بيظهر عليا ان انا لما بقابل الناس بقابلهم بوجه فيه يعني شيء من الحزن او شيء من الملل، لان انت شخص اجتماعيا ما عندكش الحائط او السند الاجتماعي دوت اللي انت دايما بيبقى عندك تفريغ عاطفي عامة من خلاله. فمن فترة قليلة بدأت ألاحظ ده على نفسي، وبدأت أحاول إن أنا أتحكم في أفكاري وأتحكم في أي شيء أنا بفكر فيه، خصوصا إن أنا يعتبر طول وقت طويل ببقى قاعد مع نفسي، وبيبقى في افكار دايما رايحه وجايه. فبدات اسمع حاجات كتير قوي من الناس اللي بتتكلم في التنميه الذاتيه، واقرا حتى حاجات او بسمع كتب صوتيه في ازاي ان الشخص يدير نفسه، يدير احاسيسه، يدير افكاره. والحقيقه انا بتغير يعني يعتبر بنسبه 180 درجه في الفتره الحاليه، لاني بدخل نفسي في تجارب عكس شخصيتي تماما. انا شخصيتي تقريبا يعني من فترة أو زمان كانت انطوائية وفيها شيء من الخجل، فأنا دلوقتي بحاول أدخل في مجال الإخراج ومجال التمثيل والأمور ديت. فده مجال معاكس تماما للشخصية الانطوائية أو الشخصية اللي بتخجل، من ناحية إنه المخرج مثلا هو مفروض بيبقى مدير او بيبقى قائد، فما ينفعش يبقى عنده حتة الانطوائية، بل بالعكس هو المفروض يبقى منفتح اكتر في الكلام، يقدر يتعامل مع مجموعات من الناس ويقدر يوصل لهم افكار معينة عشان هم كمان يقدروا يوصلوا الافكار اللي هو حابب يناقشها في العمل بتاعه. ده اذا كان المخرج. والحاجة التانية اللي دخلت فيها نفسي واللي قلت لازم اعملها، ان انا لازم امثل في الحاجة اللي هخرجها عشان اتخلص 100% من حتة الانطوائية وحتة وقيود اللي موجودة عليا كشخص او موجودة في نفسي. انا ما بتكلم كده، انا ما بعتبرش ان انا بتكلم عن شيء في نقص مني او في تقليل مني. بالعكس انا بحس ان كلنا فينا اشياء في نفوسنا لازم نعدلها باستمرار. انا بتكلم عن نفسي مش معنى كده ان انا حاسس ان انا عندي مشكلة. انا عندي مشكلة، بس انا مش احسن، اما انا مش اقل من غيري او حد احسن مني. كلنا عندنا مشاكل للاسف، وده الطبيعي ان احنا كلنا عندنا مشاكل نفسية، بس كل حد بالشكل او بالطريقة اللي هو اتربى عليها او في البيئة اللي هو اتربى عليها. للاسف احنا في بلادنا اللي احنا اتربينا فيها احنا مكان مثالي للمشاكل النفسية، مكان مفيش اي حد من للاسف يعني من الاجيال اللي فاتت كانوا يعرفوا يعني ايه يربوا اولادهم صح، يربوهم ان هم يطلعوا نفسيا متزنين. اللي كان بيقلل من اولاده او بيوبخهم مثلا فيطلع عندهم الا في يعني قلة ثقة في النفس، واللي يدلع اطفاله بزيادة فبرضه يطلع الشخص مش يقدر يتحمل المسؤولية عن نفسه، او اللي اصلا ما بيربيش شيء وهو بيسيبه كده للحياة او يسيبه للشارع او يسيبه للناس. هو يتعلم من الحياة ويتعلم من الناس وياخد صدمات ويتعلم من الصدمات ديت، وفي الاخر بتأثر على حياته. الموقف بقى اللي حابب احكي لكم عليه اللي حصل لي من فترة مش قليلة، يعتبر الايام اللي احنا فيها ديت موقف وانا اتصرفت فيه تصرف انا انبسطت من نفسي فيه، لاني اتصرفت فيه التصرف اللي كان نفسي اتصرفه، التصرف المثالي اللي انا شايفه هو ده كان الصح انه يتعمل في اللحظة ديت، واللي هو يعتبر نتيجة للفترة اللي انا كنت بحاول اتعلم فيها ازاي اتعامل مع نفسي، وازاي ان انا مش مجرد ان الاحداث الخارجية تأثر عليا، او لما يحصل لي حاجة او حدث خارجي اعرف ان انا اتعامل معاه بالشكل المناسب او الشكل الصح، مش بالشكل الانفعالي او الشكل اللي هو الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. يعني لو حصل لي شيء سلبي
على طول انا لازم اتضايق، او حصل لي او حد يعني تعامل معايا بشكل ما في شكل سلبي، فالطبيعي ان انا ارد عليه برضو بالسلبيه. لا، انا هنا في الموقف ده هحكي لكم عليه ازاي ان انا حاولت اتعامل معاه بطريقه ما تاثرش عليا ولا حتى تاثر على الشخص اللي صدر منه الفعل ده. الفكره انه في حد من الناس اللي بيدرسوا معايا في الكورس، الحد يعتبر صديق ليا واحنا نعرف بعض اكتر تقريبا من سنه دلوقتي. ففي موقف هو اتحط فيه كان هيختار فيه ما بين تعاملات ما بيني وما بين شخص تاني، فالخيار دوت كان فيه صعوبة الحقيقة، انما هو اللي حط نفسه فيه. فالحد دوت انا بحترمه ولحد دلوقتي وبقدره، وهنفضل ان شاء الله يعني مكملين كاصدقاء. الفكرة انه مترتب على اختياره دوت حاجات كتير، فمعنى انه يختار فلان ومختارش فلان التاني دوت اللي ما تمش عليه الاختيار ده، يعني يعتبر هيبقى موضوع فاصل بالنسبة له، وشيء هيبقى مؤثر عليه نفسيا وممكن يسبب له يعني مشكلة ما. فاختيار كان فيه صعوبة من النقطة ديت، انه هيأثر على شخص معين وهيأثر نفسه على الشخص اللي بيختار على علاقته بالشخص ده. فالفكرة انه الصديق دوت صدر منه فعل ما، انا عرفت منه انه بالشكل دوت هو اختار الشخص التاني، وكان متوقع مني انا على طول ان انا لازم هتضايق وان انا هحزن وان انا ممكن ما اروحش الكورس مثلا تاني. فانا حبيت يكون رد فعلي يكون صح 100%، واتعامل مع نفسي بطريقة صحيحة 100% في الموقف دوت، بحيث ان انا ما تأثرش بالسلب او حتى الطرف التاني او الشخص التاني او الصديق دوت يتأثر بالسلب. وفي النهاية عشان المصلحة العامة ان احنا كأصدقاء نكمل الكورس للنهاية، وان محدش فينا يخسر في الفترة اللي احنا فيها دي. فكان رد فعلي هو ان انا ما احزنش، ان انا ما اظهرش ان انا متضايق، بل بالعكس تماما، انا اظهرت باني مش واخد بالي، بان الشيء ده ما حصلش، باني انا كويس وان حياتي ماشية تمام. بل بالعكس انا بدأت يعني انا بشكر صديقي دوت على نقطة معينة هو حركها معايا، ان انا بدأت اهتم بنفسي جدا جدا، اهتم بنفسي جدا جدا، لاني مش عايز اتضايق، مش عايز احزن، ولا عايز اي فعل خارجي او اي شخص خارجي يأثر عليا نفسيا او يأثر عليا يعني يومي او حياتي عامة. فبدأت ابص لنفسي عامة ايه الحاجات اللي انا مش مظبوط فيها في حياتي او ان انا مش مراعيها في حياتي. فلقيت نفسي انا ما باكلش كويس، دي حاجة بتحصل معايا لدرجة انه ايام معينة الاقي نفس اليوم كله عدى ما اكلتش فيه مثلا غير قطعة جبنة وخبز مثلا، واليوم كله عدى بالشكل دوت، ومثلا كنت ابقى شغال طول اليوم ومجهود وتعب ومثلا ما اكلتش كويس مع ذلك. واهتم بمظهري واهتم بشكلي، لان احنا كرجال او ذكور اوقات كتير ما بنهتمش بالمظهر، اللي هو دايما بتشتري لبس جديد. لا، ممكن يكون عندك لبس، عندك حاجة، انما ما بتهتمش زي ما البنات ما بيهتموا، اللي هو دايما تهتم بمظهرها وبشكلها. فانا الحمد لله عادي مظهري تمام، انما الفكرة انه حبيت ان انا اهتم اكتر بنفسي وما ابخلش على نفسي في اي شيء، مش من ناحية الفلوس، من ناحية الاهتمام ومن ناحية رعاية النفس، انك تراعي نفسك من كل النواحي صحيا ونفسيا. فما حبيتش انه اي موقف او اي شيء خارجي يأثر عليا. فانا قبل كل يوم لما باجي ابقى رايح الكورس ويبقى هقابل الشخص دوت او هقابل اي حد في الكورس، فبحاول استعد نفسيا بحيث ان انا ما ابقاش اظهر لهم اي شيء سلبي، بل بالعكس اي شيء يصدر مني يبقى فيه تفاؤل، اي شيء يصدر مني يبقى فيه ابتسامة للحياة، ويبقى الانسان واضح ان هو انسان عايش في افضل حالاته. لدرجة ان انا بدأت ان انا اهتم بنفسي زيادة عن اللزوم. والاول مرة اعمل مع نفسي كده نزلت واشتريت احسن لبس، وسبت الشغل في يوم معين ورحت اهتم بنفسي واصرف على نفسي. وكنت سمعتها يعني من حد في التنمية الذاتية على اليوتيوب بيقول لك فكرة انك تنزل وتشتري لبس لنفسك وتشتري حاجات لنفسك دي حاجة إيجابية، لأنها ده معناه أنت بتقول لنفسك أن أنا بقدر نفسي وأن أنا بحترم ذاتي، أو أن أنا مقدرها ومديها الشأن الحقيقي بتاعها. فلما بتروح تشتري حاجة، فده كان هدفي منه وحصل فعلا. حسيت بالشيء دوت أن أنا نزلت أرفع عن نفسي وأن أنا أعمل كل حاجة أنا يعني محتاجها. فنزلت لقيت نفسي بشتري أفضل لبس، بشتري أكتر من طقم، بشتري أكل مناسب في
حتة ان انا لازم اتغذى صح بشكل جيد، عشان ده بيأثر، وده لاحظته جدا، بيأثر على النفسية وبيأثر على طاقتك وبيأثر على حاجات كتير. فان انا لازم اكل كويس، ولازم يعني اهتم بمظهري عشان نفسي، وعشان ابقى دايما عندي تقدير الذات. فمن اهدافي هي عامة حاليا اول شيء الثقة التامة في النفس. الثقة التامة في النفس لان ده هيساعدني في كل شيء وهيساعدني في حياتي كلها. الثقة التامة في النفس، في حتى لو هدخل في مجال الإخراج، لو يوتيوبر، لو هبقى في أي مجال ما، فغالبا الثقة التامة في النفس دي هي الحاجة الأولى اللي هتساعدك بشكل قوي. طبعا ده بعد يعني مساعدة ربنا لأي حد فينا. والحاجة التانية انك تهتم بنفسك وتحطها في المقام الأول في حياتك. ده مش عيب أبدا، ما بتحط نفسك في المقام الأول انت بتتفادى أشياء كتير ممكن تحصل لك، أو صدمات كتير ممكن تجيلك من الناس اللي حواليك ومن الظروف ومن المتاعب والمشاكل اللي بتقابلنا عامة. بس هو ده الفيديو بتاع النهاردة. أنا حبيت أوصل درس معين اتعلمته في الكام يوم اللي فاتوا او في الشهر اللي عدى اللي فات، وهو الفكرة باختصار ان الشخص يهتم بنفسه، يبقى عنده ثقة كاملة في نفسه، ويبقى يعني دايما يزود نفسه في التعليم من ناحية التنمية الذاتية ومن ناحية الامور النفسية عامة، لان كلنا محتاجينها، ولان نفوسنا ديت هي الوقود اللي بيمشينا في حياتنا. فلو نفسيتك مش مظبوطة فهتلاقيك اقل عطاء في شغلك، اقل عطاء لنفسك وللجميع حواليك. بس هو ده الفيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.